بعد انتهاء الفيفا جيم ويك ورجوع الجوله ال 13 اللي ما كانتش سعيده ابدا على ناس كتير جدا. بنتكلم صحيح ان الافرج كان 50 نقطه، بس ما كانش ده يعني اللي بيترجم للواقع. الحقيقه ان الجوله اللي فاتت كانت الكباتن خلينا نقول يعني ما فيش منهم غير صلاح. يعني الناس كابتنت مين؟ كابتنت اجويرو، كابتنت صلاح، كابتنت ريتشارلسون، وما شاء الله ما حدش عمل شغل فيهم غير ابو صلاح. طبعا انا الحمد لله جبت 57 نقطه، وعلى غير المتوقع ان انا اجيب 57 نقطه اوفر اول رانك بتاعي. يعني الجوله مثلا اللي فاتت بنتكلم ان انا عشان اعلى شويه في الاوفر اول رانك لازم النقط اللي انا جبتها تكون اعلى على الاقل يعني من 10 نقط مثلا بلس الافريج. الكلام ده ما حصلش، بنتكلم في 57 نقطه والاوفر اول رانك بتاعي عالي. ليه الكلام ده؟ عشان ناس كتير جدا اتخزوقت في الكابتنه، حتى هازارد اللي راجع والناس صبرت عليه وجت تشوف يا ترى هازارد هيعمل حاجه. هازارد ما عملش اي حاجه، حتى خد انذار في مباراه يعني كانت تشيلسي وتوتنهام كان شغال. الله ينور، ايه الحلاوه دي! ما شفناش توتنهام بيشتغل الشغل العالي ده من فتره طويله جدا، يمكن من ايام مباراه هادرسفيلد او كمان قبل هادرسفيلد بشويه حلوين. بعد رجوع، وخلينا نتكلم بصراحه، رجوع إريكسن وكان نازل المباراه فايق، هيبقى اوبشن حلو. ديلي الي كان الراجل شغال حلو. سون برضو يعني كان باين بقى سون بتاع السنه اللي فاتت، اللي هو بتاع الكور الحلوه الخطيره واللمات والسرعه والشغل ده كله. غير طبعا ديفيد لويز اللي كان اوت اوف فورم جدا جدا، مكلف دفاع فريقه اهداف بالعبيط. غير الكور اللي كيبا صدها وكان ممكن يعني المباراه تخلص مثلا 5-6. تتكلم كان في كارثه في دفاع تشيلسي حرفيا، وكان المباراه تقريبا وان سايدد جيم. انت لما تتفرج على الماتش تلاقي كل الطرق تؤدي الى مرمى كيب. يعني ده كان نبذه سريعه كده على الماتش. قبل يعني ما نخش بقى في اختيارات الجوله ال 14 والفانتسي كاب بيقرب يا جماعه. لو عايز تعرف كل حاجه عن الفانتسي كاب، احنا عاملين فيديو 2.5 دقيقة فقط لا غير، 2.5 دقيقة بس، هيخليك تبقى فاهم كل حاجة انت محتاج تعرفها، ويجاوبك على الاسئلة اللي في دماغك او الاسئلة اللي لسه ما خطرتش في دماغك عن الفانتسي كاب. هتلاقي اللينك طبعا تحت في الديسكريبشن. بس احنا هناخد رايكم في حاجة كده قبل بقى ما نبتدي نتكلم على اختيارات الجولة الجاية. هل تحبوا نتيجة طبعا ان في زحمة كبيرة جدا في الماتشات وفي ديسمبر وهتبقى الدنيا صعبة جدا، انا مش هقدر اعمل ملخص، هل احنا نسك على حوار الملخص خالص، ولا نعمل فيديو شامل الملخص والاختيارات الجولة؟ سيبوا لي تحت في الكومنتس ارائكم، وان شاء يعني نتكلم كده ونشوف الدنيا. لو انتوا عايزين كده ماشي، لو مش عايزين ملخص ابدا ماشي. غير كل ده وده بقى خلينا نخش، ورغينا كتير قوي بره الموضوع، خلينا نخش بقى على اختيارات الجوله ال 14 والسبع لعيبه بتوعنا النهارده. في حراسه المرمى ديفيد دخيا هيلعبوا ساوثهامبتون. مانشستر يونايتد نجح ان هو يحافظ على 2 كلين شيتس في اخر مباراتين لعبهم، سواء ضد كريستال بالاس في مباراه اداء هجومي هزيل جدا، بس احنا بنتكلم دلوقتي في نقطه الدفاع. بالنسبه بقى للتاني مباراه كانت ضد يانج بويز في الشامبيونز ليج، ودخيا عمل تصديات خزعبليه. يعني حتى ارجع كده اتفرج على التصديات اللي عملها وفرص يانج بويز، هتلاقي ان دخيا عمل شغل كبير. في خط الدفاع اول واحد معانا هو وان بيساكا 4-2. يمكن يكون عندك وخايف تنزله. انا للاسف كان عندي على الدكه المباراه اللي فاتت وما لعبتوش، بس يشاء القدر يعني ويشاء السميع العليم ان جودمونسون ما يلعبش وينزل بيساكا بالست نقط بتوع الكلين شيت وزي الفل. هيلعبوا بيرنلي، فرصتهم ان شاء الله في الكلين شيت عالي. خليك فاكر ان كريستال بالاس من الفرق اللي هو هجوميا تعبانه، بس دفاع حلو جدا ممكن تجيب منه كذا حاجه. تاني واحد هو بن تشيلويل، 2 كلين شيتس في اخر 3 ماتشات لعبوها. اتكلم ان المباراه الجايه في متناول فرقه ليستر سيتي ان هم يقدروا يطلعوا بكلين شيت. سيبك بقى من مباراه برايتون البيون، لا المباراه الجايه لليستر هتكون ان شاء الله كويسه. وتشيلويل ب5-1 باك شمال بيطلع ممكن يعمل لك اسيست. خط
خط النص بقى هو اللاعب اللي انا اتكلمت عليه شويه في الانترو بتاعت الفيديو، إريكسن. المباراه اللي فاتت توتنهام عمل ماتش كبير جدا، يعني قعد كتير قوي ما شفناش فرقه توتنهام بالامكانيات العاليه دي والسيطره والاستحواذ ده برجوع لاعب مايسترو زي إريكسن. كريستيان إريكسن سعره 9.2 مليون، لسه لاعب راجع، مش هتلاقي ناس كتير عندهم، هيلعبوا ارسنال. وخلي بالك إريكسن بيأدي في المباريات الكبيره. تاني واحد هو ليروي سانيه. سانيه ب9.3، مباراه جايه سهله جدا مع بورنموث، والمباراه دي ممكن تتقلب يعني سيرك، وينصبوا السيرك على بورنموث في ارض الاتحاد. وعارفين مانشستر سيتي في ارض الاتحاد جامد، هو جامد برضو بره الاتحاد يعني مفيش مشاكل، بس جوه الاتحاد حاجه تانية بقى، بتشوف ستات خمسات اربعات شغل عالي يعني. وحاجه كمان يعني الراجل ده عنده 3 اهداف و3 اسيستات في اخر مباريات لعبها. بنتكلم ان بعد اصابه مندي بقى له دور فعال، 5 مباريات بنتكلم 3 اجوال و3 اسيستات. الناس كلها رايحه تشتري ستيرلينج، بس ممكن انت بقى ايه تعمل دبل كيك كده وتروح تشتري سانيه، يمكن يعمل شغل كبير ان شاء الله في المباراه الجايه. خط الهجوم معانا بقى اول واحد هو ارناتوفيتش، 7.1 مليون. في شكوك الى حد ما يعني على مشاركته، بس ان شاء الله يتعافى المباراه الجايه ويعمل شغل كبير ضد نيوكاسل، وخصوصا ان ارناتوفيتش بيأدي يعني بينزل بيعمل شغل في شوتس اون تارجت. صحيح ما يعني غير موفق، بس اللاعب اللي موجود، اللاعب اللي بيظهر، اللي بيشوط كتير، الاناني اللي بيروح على الجون ويحاول مره واثنين وثلاثه، ده مصير يعني الدنيا بتمشي معاه وتزهزه. هي مجرد يعني مش في يوم وسوء حظ، بس هو الراجل شغال وبيشوط ويعني بيروح وتمام زي الفل. فان شاء الله النحس ده يتفك ضد نيوكاسل. اللاعب طبعا التاني معانا في خط الهجوم هو جلين موراي. ارجع كده لفرقه الوايلد كارد اللي انا نصحتك بيها، قلت لك هات موراي. ناس كتير قوي مش واخده بالها منه، عنده 7 اهداف، سعره كمان قليل تحت ال7 مليون، بنتكلم في 6 و7. ممكن يكون مهاجم تاني لو انت عندك مهاجم سوبر مثلا زي اجويرو او كين، سيبه عندك. يعني انا شايف ان هو المباراه الجايه لسه عنده، وبرايتون بيمروا بكام مباراه حلوه كده، والراجل فايق، الراجل بيشوف ضربات الجزاء، وان شاء الله المباراه الجايه انا يعني واثق فيه كويس قوي، وان شاء الله يعمل شغل كبير المباراه الجايه. بالنسبه بقى لخيارات الكابتنه للجوله ال14، عندنا 3 كباتن ان شاء الله يعني يبقى فيهم شغل حلو. صلاح هيلعبوا طبعا، هيلعبوا هوم. صلاح بيأدي هوم زي ما هو بيأدي اوي، صلاح اوبشن موجود. تاني اوبشن ممكن تكابتن ستيرلينج او اجويرو، يعني لو عندك واحد فيهم كابتنه المباراه الجايه هوم ضد بورنموث، وممكن السيرك يتنصب وتلاقي فيه شغل حلو قوي يعني، واهداف ونقط كتير جدا. تالت لاعب هو كين. هيلعبوا ارسنال زي ما اتكلمنا، بس خلينا نقول كين فورم توتنهام لا حلو يعني. إريكسن رجع، ديلي الي رجع، سون رجع، في ناس تخدم على كين، تديله الكرة وتقول له حط يا عم في الجول. ففرصه، كين شاط كتير جدا، شوطات بالعبيط في مباراه تشيلسي، بس يعني كيبا كان راجل فارش في الجون، اجنحه وبيصد، رغم ان هو جا فيهم 3، بس يعني كان في نتيجه اكبر من كده بكتير ممكن تحصل في تشيلسي في المباراه دي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، ويلا فانتسي بفكرك تعمل جوين للليج بتاعنا، هتلاقي الكود ظاهر قدامك دلوقتي على الشاشه، او ممكن تاخده كوبي بيست من الديسكربشن تحت. حاجه كمان ما تنساش ان الديدلاين هيبقى يوم الجمعه الساعه 7 بالليل. ما تنساش طبعا تعمل لايك للحلقه وتشترك في القناه. حاجه كمان برضو ما تنساش تتفرج على حلقه الفانتاسي كاب عشان تفهم كل حاجه تبع الفانتاسي كاب. الفانتاسي كاب خلاص هيبتدي يعني على الاسبوع ال17، ابدا بقى يعني شوف انت هتعمل ايه، هتجيب لعيبه، هتعمل مثلا استراتيجيه مثلا انك انت تستفيد بالتبديلين او ال3 او ال4 تبديلات اللي انت هتعملهم في الفتره دي عشان تخش الفانتاسي كاب على الاقل واقف على رجليك. يعني اي استفسار عن اللعبه سيب لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليك، برد بسرعه ما تخافش. ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه والجوله ال15.